يا مساء الأنوار. أبو صلاح فجرها قوية 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 جدا. محدش كان متوقع إن هو يذهب للدوري التركي. صلاح خد قرار صح ولا قرار خطأ؟ في جدل كبير على الموضوع ده، في إثارة كبيرة من الناس على هذا الموضوع. صلاح خد القرار الصح ولا القرار الخاطئ؟ الحقيقة من وجهة نظر الشخصية صلاح لاعب ذكي جدا، قراراته دايما مدروسة. هو خد القرار الصح من وجهة نظره. صلاح في الفترة اللي فاتت حقق كل شيء في كرة القدم. لعب لأندية كبيرة، سواء كان في الدوري الإيطالي، الدوري الإنجليزي، وآخرها مع ليفربول حقق مع كل الألقاب الممكنة. حقق مع دوري مرتين، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، البطولات المحلية، هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات. وصل لمستوى حقيقي مفيش لاعب لا أفريقي ولا عربي ولا أي لاعب آخر وصل لهذا المستوى. وده إن دل على شيء يدل على العقلية المتميزة اللي صار بها محمد صلاح في الفترة الماضية. لكن انتقاله الى نادي طرابزون سبور التركي كان مفاجأة كبيرة، رغم ان الانباء كانت تتردد وكان في مفاوضات مع بشكتاش وكان في كلام ان هو رايح طرابزون. كل الناس كانت متخيلة او بتفكر ان هذا الكلام نوع من انواع المراوغة، وان صلاح هنشوفه في اتلتيكو مدريد او هنشوفه في الدوري الاسباني، او على الاقل يروح الدوري الايطالي، يروح ميلان، يروح انتر، يروح اليوفي، التوب ليفل اللي هو صلاح متعود يلعب فيه. لكن الحقيقة خلينا نتكلم بعقلانية ونتكلم بهدوء شديد جدا. صلاح عمل كل شيء في كرة القدم. صلاح هدف وحيد لم يحققه حتى الآن، وهو الفوز مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وصل فاينل ومتوفقش مع منتخب مصر يمكن مرتين. هو دلوقتي في كأس العالم الأخيرة في أمريكا والمكسيك وكندا، وصل مع منتخب مصر دور ال16، عمل نتائج متميزة جدا، سجل وصنع في البطولة، أصبح الهداف التاريخي المصري في بطولة كأس العالم. باقي له بس كأس أفريقيا. صلاح تعب من الهارد تايم اللي خده في الفترة الماضية مع فريق ليفربول. شفنا المشاكل مع أرن سلوت، المشاكل مع الإدارة، التصريحات النارية اللي خرجت من صلاح، الاتفاق بصورة ودية، الخروج بصورة آمنة من النادي وإنهاء تعاقده، وأصبح لاعب حر. توقعنا صلاح رايح ممكن برشلونة، رايح ريال مدريد، رايح أي نادي من أندية التوب ليفل في العالم. لكن في النهاية صلاح اختار الكومفورت زون. صلاح اختار منطقة هو يحب يعيش فيها، منطقة فيها شغف بكرة القدم. كلنا عارفين حتى لو الدوري التركي مش من الدوريات الكبرى في العالم، لكن ليه جماهير كبيرة في كل مكان عاشقة لكرة القدم، بتحب كرة القدم. والنادي اللي راح له خد كاس تركيا العام الماضي، هو الثالث في الدوري، هيشارك في اليورو ليج. يعني صلاح برضو موجود في الصورة، ما بعدش عن الصورة. يمكن من وجهة نظري صلاح فكر في الموضوع ده او اتخذ القرار ده لثلاث او اربع عوامل مهمه جدا. رقم واحد، راح نادي هيكون فيه السوبر ستار، هيكون فيه معشوق الجماهير الاول. ده حدث منذ وصوله الى مدينه طرابزون لتقديمه في مؤتمر صحفي بالانضمام للنادي. شفنا الاستقبال الشعبي الكبير، وما بيحصلش هذا الكلام. يمكن حصل مع ميسي لما راح انتر ميامي، وحصل مع رونالدو لما راح النصر السعودي. وهو لا يقل 5 سنين أو 6 سنين 10 سنين صلاح في الفترة الأخيرة هو موجود ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم. هداف تاريخ النادي ليفربول، هداف للدوري الإنجليزي، أفضل صانع ألعاب موجود في فريقه. أرقام كبيرة كل الناس عارفاها وحافظاها. صلاح قال أروح تركيا، نادي في مدينة ساحلية جميلة زي طرابزون على البحر الأسود، نادي معروف، نادي ليه شعبية كبيرة وليه جماهير كبير. صلاح قال أروح يمكن يصنع تاريخ جديد، يقدر يقود النادي للفوز بالدوري التركي، يقدر يعمل معاه حاجة في اليورو ليج. هو حاليا في التصفيات، هيلعب يوم 20 مباراة في التصفيات عشان يتأهل لليورو ليج. ده نقطة. النقطة الثانية، الراتب الكبير اللي عاوزه صلاح يمكن ما قدرش يحصله في أي مكان تاني. كان ممكن يلعب في أندية الكبرى في العالم بس يتنازل شوية عن الراتب. لكن صلاح عاوز يفضل في التوب ليفل في كل شيء، وخاصة في الناحية المادية. فتفكيره كان جيد وراح النادي اللي اداله الفلوس اللي هو عاوزها، اداله النسبة اللي هي نسبة 20% من بيع التيشيرتات بتاعته أو الصورة الخاصة بيه. العامل الثالث والمهم ان هو اصبح قريب جدا من مصر، يتفرغ تماما لمنتخب مصر في الفتره المقبله. عنده كاس افريقيا وفي تصفيات كاس العالم، في احداث كتيره جايه لمنتخب مصر. عاوز يعمل ريكورد مع منتخب مصر، هداف تاريخي بينه وبين حسام حسن عدد قليل من الاهداف عشان يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر. يقدر يفرح الجمهور المصري اللي كان دايما يقول لك صلاح يؤدي مع ليفربول افضل ما يؤدي مع منتخب مصر. لكن شفنا في كاس العالم الاخيره تاثير صلاح لما كان متفرغ ذهنيا لمنتخب مصر بعيدا عن ضغوطات اللعب في الدوريات الكبرى زي الدوري الانجليزي.
العامل الآخر المهم جدا هو يمكن صلاح بيفكر في استقرار أسرته بصورة أفضل، دولة إسلامية، دولة فيها مدارس يمكن تناسب صلاح في الفترة المقبلة مع بناته. ده عامل أسري نقدر نقول عليه مهم جدا، ما نقدرش نبعد عنه، ده مهم جدا. وأهم عامل من وجهة نظري، صلاح يبحث عن بيئة يصنع فيها إنجاز كبير ليه، وهي بيئة متميزة فيها شغف جماهيري، وهو بيئة الدوري التركي. الجمهور دايما كامل العدد في المدرجات، هيكون ليه مشجعين ومحبين في كل مكان، هيكون أيقونة في الدوري التركي زي ما مارادونا كان أيقونة مع نادي نابولي الإيطالي لما راح للنابولي، ونابولي كان نادي مغمور وقدر يفوز بيه في الدوري الإيطالي مع وجود عمالقة وأسماء كبيرة زي اي سي ميلان واليوفي وإنتر ميلان. وأصبح مارادونا بمثابة أيقونة في إيطاليا، قد يكون صلاح هو الأيقونة المقبلة في تركيا مع نادي ترابزون. أنا عاوز الناس بس تبقى رحيم عليه شوية، عاوز الناس تتعامل معاه بهدوء، عاوز الناس تفكر بعقلانية. اللاعب عنده 34 سنة، جاي من الدوري الإنجليزي مع أحسن نادي في الدوري الإنجليزي، صنع إنجاز كبير معاه في كل البطولات اللي شارك فيها. خلاص من حقه هو يفكر في نفسه شوية، يفكر في الراحة، يفكر انه يلعب في مستوى اقل يمكن من الناحية الفنية، يبرز امكاناته بصورة جيدة ويقدم نفسه للعالم بصورة افضل تميزا. صلاح عقده لمدة سنتين، ان شاء الله يقدم بصورة جيدة. كل التوفيق للايجيبشن كينج، افضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية على الاطلاق وفي تاريخ الكرة العربية والافريقية، محمد صلاح. هو قادر ان شاء الله ان يعمل انجاز، يعمل صورة مميزة للاعب المصري، ينقل العديد من اللاعبين للدوري التركي بأسعار عالية وليست أسعار الزهيدة كما كان في الماضي. 17 مليون يورو ليس بمبلغ قليل على سن محمد صلاح كراتب سنوي، راتب كبير يضع من بين أفضل الرواتب على مستوى العالم. هو يستحق لأنه لاعب مميز جدا. كل التوفيق أبو مكة، إن شاء الله تمتع الجمهور التركي وتمتع كل الجمهور في الوطن العربي وفي كل مكان، لأن عشاقك حتى لو كانوا مصدومين بانتقالك إلى الدوري التركي، لكن أنا واثق شخصيا انك انت بعقليتك المتميزه جدا وتفكيرك العالي هتكون واحد من افضل اللاعبين ليس في الدوري التركي، بل تواصل المسيره وتحقق ارقام متميزه في اليورو ليج وتكون واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم. كل التوفيق للايجيبشن كينج، تحياتي.